السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة باذن الله الفيديو هيكون حل محافظة بني سويف. هنحل الامتحان الخاص بالمحافظة. يلا بينا نبتدي مع بعض. والسؤال الاول معانا يا سنة اولى: اكمل العبارات الاتية. والعبارة الاولى: الكثافة هي نقط وحدة الحجوم من المادة. طبعا الكثافة هي بتكون كتلة وحدة الحجوم، وطبعا بتكون وحدة قياسها هي جرام لكل سنتي مكعب، فنكتب كده جرام لكل سنتي مكعب. اما بقى رقم 2: بتكون جزيء الهيدروجين من نقط. طبعا ده بيكون متكون من ذرتين. اما بقى تركيب جزيء الغاز الخامل فبيكون عبارة عن ذرة واحدة. اما بقى رقم 3: بتوجد بين المادة نقط تماسك او تجاذب. طبعا بتوجد بين المادة توجد بين جزيئات المادة، يعني مكان النقط هنكتب كلمة جزيئات المادة، قوة تماسك أو تجاذب. أما بقى رقم 4 وآخر حاجة معانا: بيرمز لعنصر الأكسجين بالرمز نقط. طبعا الأكسجين بيكون رمزه O. أما بقى عنصر البوتاسيوم فطبعا رمزه K. كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان ماذا يحدث في الحالات الآتية. رقم 1: اكتساب الذرة كما من الطاقة. طبعا الذرة لو اكتسبت كم من الطاقة بتصبح ذرة مثارة. أما بقى رقم 2: ترك قطعة من الحديد معرضة للهواء الجوي الرطب فترة من الزمن. طبعا تتفاعل مع الهواء وتكون طبقة فوق سطحها. أما بقى رقم 3: ترك غطاء زجاجة العطر مفتوح داخل الغرفة. طبعا لو تم ترك زجاجة عطر مفتوحة في غرفة، اللي هيحصل انه بتنتشر دقائق العطر في الغرفة محتفظة بخواصها. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل العبارة الثالثة. أما بقى العبارة الرابعة والأخيرة: ماذا يحدث تغير عدد البروتونات داخل نواة ذرة العنصر. طبعا بتتغير شحنة النواة الموجبة. ده لو اتغير عدد البروتونات، لأن عدد البروتونات بتكون لأن البروتونات بتكون موجبة، يبقى بتتغير شحنة النواة الموجبة. والعدد الذري كمان بيتغير، وكمان العدد الكتلي بيتغير، لأنه العدد الكتلي بيكون عبارة عن عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. وكمان حاجة كمان بتصبح ذرة لعنصر آخر. تكملة الإجابة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل العبارة. تعالوا بينا بقى ننتقل لجيم. وجيم عبارة عن أي من الأشكال بيعبر عن جزيء الماء. طبعا جزيء الماء بيتكون من عنصرين H2O، عنصر الهيدروجين والأكسجين. الهيدروجين بيكون عبارة عن ذرتين والأكسجين ذرة واحدة، يعني الشكل 4 هو اللي بيمثل جزيء الماء. كده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا ننتقل للسؤال التاني. وألف في السؤال التاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة خاطئة. جزيئات المادة الواحدة مختلفة عن بعضها. طبعا عبارة خطأ، لأنه جزيئات المادة الواحدة بتكون زي بعضها، بتكون واحدة. أما بقى رقم 2: بتتحرك جزيئات المادة الصلبة حركة اهتزازية بسيطة. طبعا العبارة دي هتكون عبارة صح. أما بقى العبارة 3: بيحمل الإلكترون شحنة موجبة ويوجد داخل النواة. طبعا الإلكترون مش داخل النواة أصلا، الإلكترون بيدور حوالين النواة في مستويات الطاقة. وطبعا الإلكترون بيكون سالب الشحنة، يعني معنى كده إن العبارة دي خطأ. أما بقى العبارة 4 والأخيرة: بيمكن التمييز بين السكر وملح الطعام عن طريق الطعم. فطبعا دي عبارة صح. كده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا بقى ننتقل لب، وب بعنوان اختر من العمود ب ما يناسب العمود A. وطبعا جايب لي الكمية الفيزيائية وطالب مني وحدة القياس الخاصة بها. طبعا الطاقة بيتم قياسها بوحدة القياس الجول،
هنحط هنا كده رقم 4. أما بقى الكتلة فطبعا الكيلو جرام. أما بقى الوزن فطبعا نيوتن، وعجلة الجاذبية بتكون متر كل ثانية. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل ب في السؤال التاني. دلوقتي بقى هننتقل لجيم، وجيم عبارة عن في الشكل المقابل حدد اتجاه انتقال الحرارة. طبعا احنا عارفين ان الحرارة بتنتقل من الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى الجسم الأقل. يعني معنى كده انه انتقال الحرارة هيكون من B ل E. يعني السهم ده كده بيعبر عن انتقال الحرارة. الحرارة تنتقل من B الجسم الأعلى في درجة الحرارة إلى E الجسم الأقل في درجة الحرارة. كده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. تعالوا بينا بقى نبتدي السؤال التالت. وألف معانا في السؤال التالت: صوب ما تحت خط بيحتوي الفك العلوي للفأر على زوجين من القواطع. طبعا التصويب أو التصحيح إنه بيكون عنده زوج واحد من القواطع في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي. أما بقى رقم 2: بتنتهي قدم الجمل بحافر قوي. طبعا التصويب أو التصحيح إن هي بتنتهي بخف مفلطح سميك. ده طبعا عشان يساعده ان هو يمشي على الرمال الساخنة وعدم الغوص فيها. اما بقى العبارة 3 واللي بعدها اللي بتقول: القوقع الصحراوي من امثلة الحيوانات اللي بتلجأ للبيات الشتوي. طبعا في حيوانات كتير بتلجأ للبيات الشتوي، من ضمنهم طبعا الدب القطبي، وده للتغلب على درجات الحرارة الباردة. اما بقى رقم 4: بيعتبر نبات الفول من امثلة النباتات ذات الفلقة الواحدة. طبعا التصويب او التصحيح انه ذات الفلقتين. يعني بدل كلمة الفلقة الواحدة هتكون الفلقتين. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ألف. تعالوا بينا ننتقل لب، وب عايزني أقارن ما بين طاقتي الوضع من حيث القانون المستخدم. يعني أقول القانون المستخدم. طبعا طاقة الوضع القانون الخاص بيها بيكون وزن الجسم في الارتفاع. ده قانون طاقة الوضع. أما بقى طاقة الحركة فالقانون الخاص بيها بيكون عبارة عن نص الكتلة في مربع السرعة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل ب. دلوقتي بقى هننتقل ل2 في ب، والحيتان والخفافيش. عايزني أقارن من حيث تحور الأطراف الأمامية. طبعا الحيتان بتتحور لمجاديف عشان تساعدها في وظيفة العوم، والخفافيش لأجنحة عشان الطيران. أما بقى جيم وآخر حاجة معانا في السؤال الثالث: الهجرة صورة من صور التكيف في بعض الطيور. ما نوع التكيف ده؟ طبعا الهجرة زي هجرة طيور السمان كده من المناطق الباردة للمناطق الأكثر دفئا. دي بتكون تكيف سلوكي. كده بالشكل ده احنا نكون انتهينا من حل السؤال الثالث. ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع في الامتحان. ألف في السؤال الرابع بعنوان: ادرس الشكل المقابل ثم أجب. تعالوا بينا نشوف. طبعا ده الشكل هيكون اسم الجهاز هو العمود الكهربي البسيط، فنكتب كده مكان الإجابة العمود الكهربي البسيط. اكتب ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 ده ايه معانا في الشكل؟ طبعا رقم 1 ده هيكون هو لوح نحاس. أما بقى رقم 3 فهو لوح خرسين. أما رقم 3 فده طبعا هيكون حمض الكبريتيك المخفف. طبعا والرمز الكيميائي الخاص بيه هو H2SO4. كده نكون انتهينا من حل رقم 1. تعالوا بينا رقم 2. عايزني أذكر مثال واحد لغاز خامل. طبعا أنا عندي في المنهج فيه 6 غازات خاملة، أقدر أكتب منهم أي واحد. ممكن أكتب مثلا نيون، ممكن أكتب الهيليوم، ممكن أكتب الأرجون. طبعا تقدروا تكتبوا أي واحد فيهم والإجابة هتكون صح. دلوقتي بقى هننتقل لرقم 3. وفي إحدى الرحلات شاهد هاني طائر لا يعرف اسمه ووصفه بأنه ليه منقار حاد.
معقوف، وأرجل بتنتهي بأصابع أصابعها بمخالب حادة قوية. طبعا الطائر ده هنقول مثال ليه ممكن يكون طائر الصقر، ممكن يكون النسر. احنا نكتب أي مثال عشان هما دول الطيور اللي بيكون ليهم منقار حاد قوي معقوف وأرجل بتنتهي بأصابعها بمخالب حادة. أما بقى ب فعايزني أذكر استخدام واحد لسبيكة الذهب والنحاس، طبعا صناعة الحلي. أما بقى رقم 2، ما معنى قولنا إن العدد الذري للصوديوم 11؟ طبعا عدد البروتونات الموجبة داخل النواة أو نواة ذرة الصوديوم يساوي 11. ده معنى قولنا إنه العدد الذري للصوديوم بيساوي 11، يعني إنه عدد البروتونات داخل نواة ذرة الصوديوم بيساوي 11. أما بقى رقم 3، أثرت قوة مقدارها 5 نيوتن على جسم فتحرك مسافة 10 متر، احسب مقدار الشغل. عشان أحسب الشغل لازم أكتب القانون، والشغل بيساوي القوة في الإزاحة. وطبعا أنا عندي القوة مذكورة في المسألة، في معطيات المسألة، وإن القوة هي 5 نيوتن يبقى 5، والإزاحة طبعا 10 يبقى 50، وطبعا الشغل وحدة قياسه جول. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل المسألة. أما بقى جيم آخر حاجة معانا في الامتحان: أثناء مشاهدة فارس لبرنامج عالم الحيوانات شاهد قرد بيتسلق الأشجار، ما نوع التكيف الحادث في هذا الحيوان؟ طبعا القرد التكيف الحادث فيه ده تكيف تركيبي، انه حصل استطالة في عظام الاطراف الامامية عشان تمكنه من تسلق الاشجار. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل الامتحان. بتمنى ليكم التوفيق والنجاح يا سنة اولى، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.